يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه النهارده يمكن اول مره اعمل معاكم الفيديو ده، وان شاء الله مش هتبقى اخر مره انضف معاكم العربيه. بصوا بقى، الحاله بتاعت العربيه يعني تقطع القلب. طبعا انا مش بنضفها كل يوم، يعني مره كل اسبوع كل اسبوعين، فحرفيا كده متمرمطه. بصوا بقى، انا حاطه فيها مشايات صغيره لان انا لسه لحد دلوقتي ما جبتلهاش دواسات، وده كسل مني يا جماعه مش اكتر. انا مكسله اروح اجيب دواسات، فانا حاطه فيها مشايات لان ما حدش يدخل يقول لي هو انت معاكي عربيه وبتكسلي. والله العظيم بكسل. حته ان انا مش بثق في اي مكان، او بمعنى الاصح مش عارفه اماكن كتير، وبرضه مش واثقه في مكان اجيب منه حاجه، فمش بشتري الحاجه بسهوله. يعني انا مش بستاهل ان انا اشتري حاجه، وخصوصا حاجات العربيات. يمكن اول مره اجيب عربيه واول مره اتعامل معاها، فبكون حذره شويتين في كل حاجه بقى بشتريها ليها. فانا بصراحه مظبطتش فيها حاجات كتير من يوم ما جبتها بقى، يعني ايه، دوشه كتير عندي، فمروقتهاش قوي يعني على المزاج. المهم هنا بقى قلت هشيل كل المشيات اللي فيها. ده طقم على فكره الدواسات بتاعه التويلت. انا ما استخدمتهوش خالص، يعني ما حطيتوش في التويلت، كنت بحطه ما بين الاوض كده، لان بصراحه حاساه مش عملي في التويلت خالص خالص بمعنى الكلمه. والله العظيم طقم التويلت ده اختراع فاشل فاشل. فالمهم بقى، بما اني وكده كده ما استعملتوش، فقلت اما احطه هنا في العربيه على ما اجيب لها دواسات. وطبعا العربيه كلها متبهدله تراب، لان انا حطاه على قد ان هو مثلا حاطط الرجل مثلا بدل ما نحطها على الفرش الاصلي، لان كله قال لي حرام. كنت الاول بستعمل الفرش الاصلي بتاعها واقول عادي مش مشكله، وقت ما يدوب هنجيب غيره. فقالوا لي لا، مش بيستاهل انك تجيبي فرش تاني غيره. فصدموني بقى، فقلت لا خلاص، يعني ده احافظ عليه شويه لحد ما اعرف اخرج او اروح مكان معين. لان انا سألت في الهايبر، لما رحت الهايبر وجبت الكفر بتاع الطارة، ما لقيتش للاسف دواسات هناك. طبعا قالوا لي لا، دي بقى عايزه محلات اكسسوارات العربيات، وانا مش عارفه حد، فللاسف بقى مضطره ان انا استحمل لحد ما ادور على مكان كويس واجيب منه. ده غير اصلا ان اسعار الدواسات يعني بسعر سجادة يا جماعة. مش عارفة يعني مش دواسة عربيات هي يعني. انا توقعت قلت هلاقي دواسات مثلا ب500 جنيه ولا ب600 جنيه. لقيت اسعار الدواسات لا، ده موديل العربية عندي عايز دواسة ب2500، اللي هو ايه، ده اقل حاجة. يعني في 2500 وفي 3 وفي 3.5. فمش عارفة والله، هما الناس بتهزر اقسم بالله. طب هات لي يا عم التقليد، انا اجيب التقليد في دواسات العربيات، مش هقول لا. فالمهم بقى قلت لا بقى، خليني بقى اما ادور على مكان كويس اجيب من عنده حاجه كويسه وكمان بسعر مناسب ليا. فقلت بقى انضف العربيه بما انها ومتمرمطه. بصوا يا جماعه، الكراسي التنجيد دي اختراع فاشل. اختراع فاشل. ما تقولش اشتروا عربيه، اشتروا كراسي جلد، علشان الكراسي التنجيد دي تنقط، اقسم بالله تنقط، وعلى طول بتبقى وعلى طول متبهدله خالص. صعبة صعبة خالص حتى في التنظيف، موضوع صعب. المهم هنا العربية كلها عندي كانت مردومة تراب، هي كانت عبارة عن منتجع تراب. فأنا طلعت البلور. أنا البلور بتاعي فيه جزء طرد وجزء شفط، بس أنا وريتكم طبعا الشفط. الكيس بتاع الشفط عندي مقطوع، مع إني ما مش قطع من الاستعمال، ده هو دايب كده لوحده من الإحراف بتاعت بداية الكيس، هي اللي قطعت الكيس نفسه لانه خامته رقيقه شويه. فبحط بقى البلاور بره على بعضه، الجزء اللي هو بتاع الموتور وبتاع الكيس نفسه بره، والشفط بخليه لجوه اللي هو الخرطوم ده انا وصلته عشان اشفط بيه. والتراب حتى لو طلع من كيس فهو كده كده بره العربيه. فانا بعمل كده كل مره وبستخدمه بقى بس في العربيه بس، لكن في الشقه للاسف مش عارفه استخدمه، لان المكان اللي هلم منه تراب الاقي مكان تاني اتجمع فيه تراب، علشان طبعا حوار الكيس ده. فعشان كده بقى قلت خليه العربية بس، بما انه وشفط. لكن في الشقة لو هستخدمه كبلاور طرد عادي. فالمهم هنا قلت بقى ادخل على كل حتة. انا ما سبتش حتة في العربية غير لما شفطت منها التراب. طبعا كفاءته مش احسن حاجة، بس بتشفط
بس بتنضف، هي دي المهم يعني. لكن الكفاءة مش عالية طبعا زي المكنسة، وكده كده انتوا عارفين ان انا لسه لحد دلوقتي ما جبتهاش ومش ناوية اجيبها دلوقتي. لان انا يعني بحضر كده المفاجأة جامدة، ففي اولويات بقى، انتوا عارفين انتوا اولويات. بقيت دلوقتي يعني ست بيت ست بيت، اللي هو في التزامات تانية، فلا نشوف الاهم وبعد كده نشوف الاقل اهمية. فلو هعرف امشي حالي بمشي حالي، لكن لو حاجة مثلا مش هعرف امشي حالي فيها فبضطر ساعتها ان انا اجيبها. لكن طالما انا كده كده ممشيه نفسي، فبالنسبه لي انا الدنيا تمام. هنا بقى بصوا كله حته مكان الفتيس بقى، وكله كله كله. بصوا بقى الاماكن اللي هيبقى فيها مثلا بقع، انتوا عارفين اللي هو ايه، مكان اكل، مكان حاجه ما طلعتش طبعا مش تراب، اللي هو ايه يعني بقع تراب لازق، الكلام ده هعمله بعد كده في الاخر خالص بفوطه بقى وجلانس، انضفها كده تنظيفه حلوه. لكن التراب هو اللي انا هشفطه بس بعيدا بقى عن موضوع التنظيف، كده كده انتوا شايفين انا بعمل ايه. عايزه اكلمكم بقى في شويه حاجات. انا هنا حاطه الاستيكر على الشاشه الكبيره ما شلتهوش، لان انا مش عارفه لسه. انا سالت كام حد على ستيكر، وده الاستيكر الاصلي بتاعها، بس يعني عندي ولادي ربنا يهديهم كده، اما بيقعدوا جنبي بيشيلوا فيه، فاتشال من الاحراف كده، فروحت احط عليه لزق علشان ما يملاش الشاشه تراب. لان الشاشه الاصليه بتاعه العربيه هنروح فين هنروح فين بعدها. المهم عايزه اكلمكم بقى في كام موضوع كده مهمين بالنسبه لموضوع السواقه. ناس كتير دخلت تقولي هو انت ازاي قلبك جايبك، هو انت ازاي بتقدري تسوقي. معلش فصلت ورجعت لكم تاني. هو انت ازاي بيجيلك قلب تسوقي كده على الطريق وتجمدي قلبك. بصوا يا جماعه، العربيه انا بالنسبه لي مش رفاهيه، وانا مش جايباها رفاهيه. فبما اني انا جايباها لغرض معين، مثلا اسافر بيها، ان انا يعني الناس اللي تعرفني عارفه انا سافرت كتير قد ايه، وحركتي كتير. مش ان انا بتفسح، انا اقسم بالله من يوم ما جيت العربيه ما طلعت بيها سفريه فسحه نهائي. يعني انا العربيه معايا بقالها يعني داخلين في 8 شهور اهو، والله العظيم ما طلعت بيها ولا سفريه فسحه. انا بحلف لكم بالله يعني، حرفيا كل مشاويري بيها لطلبات، لمصالح، لسفر مثلا، اجيب حاجه، اكشف، اروح عند دكتور، الكلام ده. فكلها طالعه بالنسبه لي انا مصالح، مش لرفاهيه. فانا مش جايباها رفاهيه. فبالنسبه لي انا واحده مش جايباها رفاهيه، فانا طبيعي قلبي هيجمد. لان انا هعمل ايه، انا اصلا طبيعه حركتي ان انا بسافر كتير. ناس كتير عارفه منكم الظروف اللي انا مريت بيها، فغصب عني كنت بضطر ان انا اسافر كتير وما زلت بسافر. فانا جايبه العربيه يا جماعه لان انا تعبت من السفر، انا تعبت من الحركه الكتير. آه يعني انا اصلا رجلي اتكسرت من حوالي، من قد ايه، من 4 سنين، من قبل ما اخلف معتز. رجلي اتكسرت يوم عزا خالتي الله يرحمها، ادعوا لها ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويغفر لكل المسلمين يا رب. يوم وفاة خالتي في العزا بالليل انا رجلي اتكسرت، المشط بتاع رجلي اتقطم تحت رجلي. فمن ساعتها حرفيا اقسم بالله كل ما بمشي مسافة، مش مسافات الكبيرة، لا ده انا لو مشيت يعني حوالي مثلا 200 متر، لو وقفت كتير ما بقدرش، رجليا بتورم 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 بمعنى الكلمة، رجلي بتنفخ، ممكن اقعد يومين مش قادرة احط رجلي على الارض من يوم الحادثة دي وانا رجلي متدمرة. طب بكمل ازاي بقى؟ فانا مكملة غصب، اللي هو انا ماشية بالمسكنات، ماشية بالادوية مضادة للالتهاب ومضادة لالتهابات الاعصاب والاوتار. ده اللي انا ماشية بيه، وبتورم. مش هقول لكم انها ما بتورمش، لا بتورم. قبل ما اجيب العربية طبعا الكلام ده كانت بتورم مني وبتنفخ، وممكن مثلا اقعد يومين 3 نايمه في السرير. ماما يعني كانت بتساعدني وتديلي الحاجه بقى اللي انا ايه، اللي هو على ما رجلك تروق. طب وبعدين، وانا هفضل كده لحد امتى؟ وخصوصا ان انا ما ينفعش اقعد، يعني انا لو قعدت كل حاجه حرفيا عندي بتبوظ. ده غير ان انا بقى كمان يعني غير موضوع رجلي ده، انا اصلا فقرات ظهري ضعيفه، وده يعني ده وراثه، ده الموضوع عندي انا وراثه. يعني ماما ربنا يديها الصحة يا رب، نفس المشكلة دي، فقرات ظهرها ضعيفة، فبيجي وقت لو شالت تقيل او حملت على نفسها كتير ما بتقدرش تفرد ظهرها. فانا للاسف نفس المشكلة دي.
طبعا مشكله ملهاش حل غير ان انا ما اشيلش تقيل، ما وطيش كتير، اللي هو بقى ايه، امنع ان انا ابذل مجهود يعني عالي. لغير ان انا اصلا في النقل حصل لي مزق في ظهري، يعني النقل اصلا حصل فيه مزق وكنت هدخل في دور غضروف بقى، بس الحمد لله يعني ربنا سترها وانا لحقت نفسي، مع ان كنت جايبه ناس تشيل وانتوا عارفين القصه دي. بس محدش بيخاف على حاجه حد، محدش هيخاف على حاجتكم ولا على مالكم غير نفسكم. يمكن دي حاجه انا بقولها دايما، محدش هيخاف على مالك غير نفسك، محدش هيحس بتعبك ولا هيخاف عليه غيرك انت، محدش قلبه على حد. فعشان كده كنت ايدي طول الوقت مع الناس، في شيل، في حط، في عملين، في تنظيف. ده غير ان انا يا ماما بقت تتحايل عليا ان انا اجيب واحده تساعدني او تجيب اي حد يساعدني، لان طبعا ماما ما كانتش هتقدر تساعدني في الفرش. ده غير الضربات اللي حصلت بتاعه الفرين دي اللي جابت اجلي بمعنى الكلمه. فانا كنت رافضه ان حد يجي يساعدني، لان انا ما بقتنعش بتنظيف حد، يعني انا واحده ما بقتنعش انا بتنظيف حد مهما كان مين ايا كان. انا ما بقتنعش غير بالحاجه اللي انا بعملها. ده غير ان اللي بتيجي هتحط بقى اللي هو انتوا عارفين شغل التلصقه، اللي هو كل حاجه في مكانها وتريح دماغها وعايزه تمشي. طب وبعدين يعني انا كده استفدت منك ايه غير ان انا هشيل الحاجه وارجع ارتبها من تاني في مكانها اللي انا عايزاه؟ فلا، انا بصراحه بريح دماغي وما بجيبش حد يساعدني بسبب كده. بس يعني انا ممكن اجيب لو مثلا مساحه الشقه كبيره، فانا هجيب حد يمسحها او حد يغسل لي الحيطان. انتوا فاهمين الحاجه اللي انا مش هحتاج ان حد مثلا يرتبها لي، حد مثلا يلمع الخشب، الحاجه اللي مش هرجع اعيد فيها تاني. لكن الحاجه اللي خاصه مثلا بترتيب برص بالكلام ده، انا ما بقتنعش بايد حد غريب خالص مهما كان مين. لا بقدر اكل من ايد حد ولا بقدر اقتنع بتنظيف حد. يمكن لو كلت بره عند حد اي حاجه او شربت حاجه ببقى يعني براضي اللي قدامي مش اكتر، مش ببقى قرفانه عشان ما حدش يقول ان انا قرفانه. بس انا بحب اكل من ايد نفسي يا جماعه، انا واثقه في نفسي، دي ثقه في النفس، انا واثقه في نفسي وواثقه في اكلي، فانا برتاح لنفسي في كل حاجه، في اي حاجه. فده طبع. فبما اني مريت بكل ده، فاللي هو اما هجيب عربيه لا ده انا هطلع وادوس، ده امال انا جايباها ليه؟ فهنا الظروف بتحكمنا، يعني انا الظروف هنا حكمتني، اللي هو انا عايزه عربيه تريحني. انا هعمل ايه ببيت ولا بشقه ولا اعمل ايه بيهم؟ في عز ما انا بخرج كتير وبتحرك كتير، يعني انا بقضي وقت بره الشقه اكتر ما بقضيه في الشقه. وطبعا ده بيبقى غصب عني مش بمزاجي، وببقى مضطره لده. فاللي هو انا استفدت ايه بحاجه مركونه؟ طب ما انا اجيب حاجه تريحني شويه. هي مش هتريحني قوي، والعربيه على فكره بيت تاني مفتوح وخراب بيوت اقسم بالله وانا جايه من المستقبل وبقولها. العربيه اقسم بالله بيت تاني مفتوح، عايزه مصاريف. وبيت بقى اللي هو انتوا عارفين بيت متربي على الغالي، بيت ما بيستخسرش في نفسه، عايز كل حاجه غاليه. فالعربيه مصاريف وميزانيه تانية، وانا عارفه يمكن بعد ما جبت العربيه كله بيقول لي كده. بس انا عرفت ليه الناس بتستكتر على الواحد اللي معاه عربيه ان هو معاه عربيه، لان حرفيا مصاريفها كتير. فالناس فاكره ان كل اللي معاهم عربيات يا ده معاهم فلوس بقى وهيسين ورايقين، اقسم بالله هي ماشيه بالستر. يعني الواحد كده بيزق فيها عشان تمشي، بس مش كل اللي جايب عربيات جايبها نزاهه. ودي كلمه بس انا عايزه اقولها للناس بقى اللي مش عاجبها ان انا جايبه موديل عالي. يا جماعه انا جايبه موديل عالي عشان انا مش عايزه حاجه تعطل بيا في طريق، انا مش عايزه حاجه اجيبها واصرف عليها صيانات، لان انا حرفيا مش هيبقى فيه فلوس فايده مصاريف تاني. اللي هو انا من النوعيات اللي بجمد فلوسي في اي حاجه انا مجمده الفلوس فيها. طب لو جبت موديل اقل، طب ما انا هصرف عليه، طب ما انا ما معيش فلوس ليه؟ لان انا اكون استغلت الفلوس في حاجه تانية. طب ولازمتها ايه؟ طب ما اجيب حاجه وانساها، انا لازمتها ايه اجيب حاجه مثلا مستعمله او حاجه موديل قليل واصرف عليه والاقيه بيتهلك مني؟ اذا كان دي وبتتهلك مني، مش هقول انها لا مهلوكه اقسم بالله مني. فانا ليه اجيب موديل قليل وانا عارفه ان انا لو عطلت على طريق، لو بعد الشر حاجه ايا كانت حصلت، انا عارفه ان مفيش حد هيلحقني، انا عارفه ان مفيش حد هيجي يجري لي. فانا بجيب الحاجه المناسبه لظروفي انا ولحياتي انا. محدش عارف حاجه عني، محدش عارف حياه حد عامله ازاي. كل واحد
ماشيه معاه بالستر. وانا من النوعيات اللي ما بحكيش، حتى لو كنتوا عارفين شويه حاجات، فمش دي كل حاجه. يعني في فئه، يعني كل مثلا شويه كده عارفين ايه كم معلومه عني، وفاكرين ان هي المعلومات دي هي كل حاجه عني. لا بجد انتوا غلطانين والله. الحقيقه الكامله محدش يعرفها غيري انا وامي فقط. دي الحقيقه الكامله. لكن ان كنت انا بقول حاجه طياري كده، فانا بدي ايه اللي هو نبذه صغننه، مش تفاصيل حياتي. تفاصيل حياتي انا عايشه ازاي، انا فيا ايه، انا ايا كان، محدش عارف عنها حاجه. داخليات حياتي محدش عارف عنها حاجه. فانا اضرب ظروفي عشان الفئه اللي عماله تقولي ما تبيعي العربيه وتجيبي حاجه اقل، حرام عليكي، هو كتر فلوس. هو انتوا دافعين حاجه من جيبكم؟ سؤال بس. هو انا لو عطلت في طريق انتوا هتيجوا تلحقوني؟ هتيجوا تنقذوني؟ هتيجوا تصلحوا لي عربيه؟ هتيجوا تشيلوا العربيه؟ هتجيبوا ونش؟ هتتصرفوا؟ هتدفعوا فلوس للونش؟ هتدفعوا لي تمن صيانات، تمن ميكانيكا، تمن اي حاجه؟ لو لا قدر الله بعد الشر حصل لي حادثه، وبعد الشر يا رب عليا وعلى كل المسلمين يا رب، لو حصل لي حادثه هتيجوا تلحقوني؟ انا مختاره عربيه وسائل امان وحمايه عاليه، مش كموديل عالي وبس. انا كنت بدور على وسائل بقى حمايه، في مثلا في ايرباج، في انظمه فرامل، في كل حاجه. انا كنت بدور على عربيه عمليه، عربيه تستحمل مرمطتي. انا يا جماعه بسافر كتير، انا بتحرك كتير، وده غصب عني، مش بسافر لا فسح ولا خروجات ولا نزهات ولا الكلام ده. العربيه متطلعش عندي غير لحاجه معينه، لا مقضيها بقى سفر ولا روقان ولا الكلام ده، مفيش. فيا ريت يا ريت الناس اللي حشره مناخيرها في حياه الواحد ده كفايه والله العظيم، هي ماشيه بالستر. انتوا مش عارفين حاجه، فبلاش بطلوا كلام. لو شغلتوا بالكوا بحالكوا، والله العظيم دي كلمة بقولها لكل الناس، لو كل واحد شغل باله بحاله والله هتلاقي هو نفسه حاله أحسن من حال كل اللي حوالين منه. يمكن ناس كتير شايفة ان انا حالي احسن منها، ليه؟ لان انا مش شاغلة بالي بحد. انا بشوف المناسب ليا ولظروفي ولحياتي وبعمله. لا فارق معايا بقى كلام الناس، ولا فارق معايا حد، ولا بيهزني. اقسم بالله ما بيهزنيش. انا اللي انا شايفاه صح انا بعمله. يمكن ناس تانية شايفة تصرفاتي غلط وشايفة اللي انا بعمله غلط، لا بس انا بدور على راحتي يا جماعة. انا بدور على راحتي، انا محدش هينفعني. انا لما بيحصل لي حاجة انا محدش بينفعني. لما بتعب محدش بيجي يقول لي تعالي انا هشيلك. وان كان في فئة معينة مثلا ازيك عاملة ايه، محدش بيجي لي يعمل لي حاجة. لما بتعب وبنام في السرير محدش بيجي يجري بيا، محدش بيجي يقول لي انا هاجي اوديك الدكتور. ممكن يكون في ناس مثلا بتعزم عزومة مراكبية، بس مفيش حد فعلا لقيت حد جالي ايا كان بقى، من قرايب، من معارف، من صحاب، من اهل، ايا كان. انا بتكلم على كل الفئات اللي حوالين مني. ما حدش بيجي يقول لي انت فيكي ايه، فما حدش يجي يحاسبني على اي حاجه انا بعملها. طالما انا ما بعملش حاجه غلط، وده مبدأ انا واخداه في حياتي، طالما انا ما بعملش حاجه غلط وما باذيش حد، يعني سيبوني اعمل اللي انا عايزاه. سيبوني بجد، علشان انا كميه الناس المقهوره من العربيه لا تعد. بجد لا تعد. يعني حرفيا كل ما حد يشوفني بالعربيه، حرام عليكي، ايه اللي خليكي تجيبي موديل زي ده؟ ما تجيبي موديل اقل. طب حضراتكم يا حلوين هتيجوا تصرفوا على الموديل الاقل؟ هتيجوا تساعدوني في حاجه؟ هتيجوا تعملوا معايا حاجه؟ لا. هو احنا بس بنحبطك، احنا بس مش عايزين نشوفك كويسه، احنا مش عايزين نشوفك احسن مننا. عارفين انتوا الفئه دي اللي هو احنا مش عايزين نشوفك احسن مننا؟ الفئه دي اقسم بالله هي دي اللي مدمره اللي حوالين منها. فانا عن نفسي انا مش فارق معايا حد، ومش فارق معايا كلام حد، ومش كلامكم. انا مش ما بجي، انا مش جايبه العربيه تجاره، ولا جايبه العربيه نزاهه. انا جايبه حاجه، وسيله، يعني مش هقول راحه، بس وسيله تساعدني شويه على اللي انا فيه، مش اكتر. فما تفضلوش ترنوا كتير. وبقولها مش كل اللي معاه عربيه يا جماعه عايش مرتاح، ومش كل اللي معاه عربيه معاه فلوس بقى والدنيا حلوه. اقسم بالله نفسي والله العظيم المفهوم اللي انتوا فاهمينه ده نفسي يبقى عندي. الواحد جايب عربية لهدف معين. يمكن انا اتأخرت فيها، وانا بعترف ان انا اتأخرت فيها وبهدلت نفسي كتير، بس انا كنت طول الوقت بحاول ان انا حاولت قبل كده ان انا اجيب عربية مستعملة قبل ما ابيع البيت، وقبل ما افكر اساسا في بيعه.
بس كانت طول الوقت ماما منعاني، اللي هو خايفة عليا. لكن لما لقت بقى الموضوع خلاص، يعني انا تعبت، وعلشان خاطر انقل هنا ما كانش ينفع اجيب بيت وعربية، لان الفلوس ما كانتش هتكفي اصلا. كان لازم اضحي بحاجة، انا كان لازم اضحي بحاجة. فبما اني وعندي شقة، اخترت الحاجة العملية اكتر بالنسبة لي، الحاجة اللي انا اصلا بقضي فيها معظم يومي. يعني انا اصلا اغلب اليوم انا بره الشقة، بقضي بقى ايا كان مصالح تفاصيل كده خاصة بي، انا مش عايزة اتكلم فيها. فسيبوا كل واحد في حاله، يعني مختصر الموضوع، سيبوا كل واحد في حاله. واللي عايز يركب عربية يا جماعة اركبوا عربيات. محدش بيخاف على حد، محدش عارف ظروف حد، انتوا ادرى بظروفكم. اوعوا يهمكم كلام الناس، اقسم بالله كلام الناس ده بيدمر بيدمر. اللي شايف ان العربية مفيدة ليه، لو هيبيع كل اللي حيلته ويجيبها يجيبها، طالما عارف انها فيها مصلحة ليه. لكن اللي جايبها رفاهية بقى براحته، بس لو رفاهية في الزمن اللي احنا فيه ده فحرام عليكم تجيبوها. يعني لو جايبينها رفاهية، جايبينها الفسح الخروجات، لا، في الزمن اللي احنا فيه ده انا ما بشجعهاش. الا بقى لو في امكانية، مثلا في فلوس، تمام هاتوا. لكن ناس على قد حالها والدنيا ماشية معاها بالزق، وجاية تقول لك انا عايزة اجيب عربية عشان اتفسح بيها، فده هيافة. ده بالنسبة لي انا، ده الفئة اللي تستاهل ان انتوا تقعدوا تحسدوا وتقروا فيها بس اقسم بالله دي الفئة فعلا اللي تستاهل كل اللي يجرى لها. فيمكن رغيت معاكم كتير النهاردة، بس حبيت اوضح لكم كده كام نقطة. وحبيت برضه اقول كلمتين، اللي عايز يعمل حاجة يا جماعة يعملها، محدش يهمه كلام حد، طالما ما بيأذيش حد وما بيعملش حاجة غلط. اعملوا اللي نفسكم فيه، بجد اعملوا اللي نفسكم فيه. طالما ما بتعملوش حاجة غلط خلاص، طالما ما بتغضبوش ربنا، اعملوا اللي نفسكم فيه. كلام الناس مش هيجيب فايدة، بالعكس بيدمر البني آدم. فما تهتموش بكلام حد، وما تهتموش بتصرفات حد، سيبوا اللي عايز يعمل حاجة يعملها. وانتوا اللي انتوا شايفينه صح اعملوه، اللي شايفينه مناسب ليكوا ولحياتكوا اعملوه. ده